هو الفنان الحقيقي. كل شيء، مو كل شيء يشتغل بمعنى انه اي شيء يجي يشتغله، لا، بس هو اكيد لازم يجرب حظ تجارب، بهواية امور يعني، ويشوف يعني ياها يجرب هذا ويضبط وياه. المجال، يجرب هذا المجال. وانا ايضا جربت فيديو كليب، وجربت تمثيل، وجربت مسرح، جربت ايضا مقدمة برامج. دخل دراسة. لا، هواية. هواية. ايش تعترفين انه الهواية، الشخص اذا يدخل هواية يكون اضبط واحسن من الشخص اللي يدخل بدراسة يعني؟ مو اني الحاجة، يعني هاي مو اني اقولها. هواية مخرجين، يعني اكو مخرج اني خلصت عملي وياه ما صار لي هواية، يقول لي اني انت ما دارسة، بس انت احسن من اللي دارسين. كنت احب صار ايش الدراسة. قد هسه انت بهذا المجال؟ هواية. هواية. نازي انت هواية تنسين ترى بالمناسبة. هواية صدق، يعني لا، هواية يعني انا من 97. 97 انا، وهسه احنا 2015. يعني عمرك 1982. كان عمري ايش قد كان عمرك 19 يعني؟ سنة. عمر كله يا رب ان شاء الله تستمرين بنجاحك. عمرك. مغرمة بفن اسمه رقص. الرقص اكو رقص عن رقص يختلف. الرقص الشرقي بس يكون بحركات تعبيرية، مو هذا الرقص اللي احنا معتادين عليه، الاغراء والهاي، لا، ما حباني هذا. زين. اجت ليش مسابقة وانه انت تشتركين، رشحوك انه انت تشتركين بهذه المسابقة، ومسابقة الرقص الشرقي، لكن تلبسين بدلة الرقص المتعارف عليها بقصاتها، يمكن توافقين له؟ لا. لا طبعا. ابدا. ابد يعني مستحيل يعني. وبعد ايش تحبين الرقص؟ ايه يعني ماكو واحد ما يحبها، ستي بالبيت ما ترقصين يعني. اكيد. ها سهل. انت بتحبين الرقص؟ صراحة مو كلش، لا. تحبين دائما تكونين بأدوار جريئة وصعبة؟ اي صعبة، يعني جريئة شنو؟ الجراءة مو اللي جراءة المفهومة، يعني الإغراء. اغراء وهاي، لا. اكو جراءة عن جراءة، ايضا تختلف. يعني انا اكون جريئة طرحش الموضوع يعني تقصدين؟ بالموضوع بال شلون يعني، او موضوع اريد اوصله للناس. الادوار الصعبه بتكونين بيها مراه قويه. اي مرأة يعني شنو، حتى الرجال ما يقدر عليها. اي هي او زين، ليش طابع العنف هذا؟ ليش التسلط؟ مو ما ادري، يعني احب هيجي. هي احنا طبيعتنا النساء بشكل عام يحبن هذا الشيء. يعني شو يحبن يعني؟ يحبن يكون هن مسيطرات على كل شيء. زين، بالنسبه للرجل تحبي اقوى منك؟ اكيد طبعا. ما تحبين الرجل انت اقوى من هاي عنده؟ من ضمن الشخصيه، من ضمن شخصيته. الرجال اذا ما يكون قوي على المراه فهذا شخصيته ضعيفه. زين، يعني اكيد تحبين يكون الرجال شخصيته قويه واقوى منك، أكيد. حتى يقدر لك. اي. مو صح؟ اي صح. زين. الاعلامي او الهوايه شغلات يسبب لك المشاكل؟ هواية اعلاميين، مو بس هو، يعني مو يعني هواية. اكو هسه مواضيع دا تنزل بالجرايد، مو اني محاكيتها، ما احكي يعني. اني مقلة. زين، ليش قليله انت ظهور بالشاشات التلفزيونيه وحتى باللقاءات؟ مقلة لان انا بعض الصحافة يعني احس تسوي لي مشاكل، يعني شيء ما اقوله يحكوا عن، يعني عن لساني. ليش؟
يعني ما احب هاي الامور، فتشوفيني مبتعده عن هذا من الرجال بالوسط الفني تصفيهم بالمنافقين. الرجال الرجال بالوسط الفني بالوسط الفني. أصدقاء، ليش تصفيهم بالمنافقين؟ وصفتهم هذا الوصف بأكثر من موقع، وأكثر يعني أكثر من موقع يتحدث بهذا الشيء، إنه زهور علاء ما عندها صداقة ويا الفنانين لا الشباب، حتى الفنانات يمكن عدد قليل 3 أو أقل اللي هي صديقاتها بهذا المجال. ليش؟ مبتعدة يعني مبتعدة أول شيء حفاظا على محبتي ومعزتي عندهم، وأيضا ما أحب أسمع وأحكي ويعني هاي التفاصيل أنا ما أسميها بالمنافقين، لا بالعكس، أنا كل أصدقائي أحبهم وأحترمهم وما عندي مثل ما قلتي ولد منافق، لا بالعكس. جميلة. والله هاي انتم لقبتوني مو اني. هذا اللقب موجود عندك. لا بس مو اني اللي قلت على روحي اكيد الفتاة مو انت الجميلة، يعني هاي انا ما اعتبرها هاي مشكلة حياتي. اكثر حكاية انت اذتك من زميلة لك انقهرتي من عندها كلش هواية، لكن بينتي انه انت ما مقهورة؟ لا تعرفي ليش ما انقهر؟ من يكون شخص يهمني واحبه واحترمه انقهر من عنده، بس من ما يهمني ما انقهر منه. يعني هسه شو تقولي لها، انه انت ما تهميني حتى من حكيتي علي؟ لا ما اقولها ما تهمني، بس انا عادي يعني اللي يحكي علي اسلمه بيد يم رب العالمين. لا سلامتك بيد الله. اي اسلمه بيد الله. الحب بحياة زهور علاء وش بيه الحب؟ جميل لو مو جميل؟ هو احلى شيء بالحياه الحب. ايش قد تحاسبين على لبسك من تلبسيه؟ ايش قد ليش؟ بالمناسبه انا ما اتحاسب لان انا اعرف شو البس. زين. يعني ما جايه فد يوم محاسبه قال هذا اللبس ممنوع تلبسيه؟ لا يجوز يعني مرات قليله، لان قليله جدا وهاي نادر من الصير. مو قلت لك انا كلش يعني لبسي تعرفين شو اعرف شو البس، حتى ما اخلي يقول لي ليش لابسه هيك، ليش لابسه هيك، ويروح يقول ليش نزعي هذا اللبس وتروحين تنزعيه. اي فليش انا اعرف شو البس، شيء يناسبني. زين. يعني زهور علاء ليش اللي هي ساعات ما مقررة تتزوجين، او ليش رافضه فكره الزواج، فكره الارتباط الحقيقي رافضته؟ اوكي حب ما عندش مشكله انه تحبين، بس ليش فكره الارتباط، مع العلم انه هذا الشيء يمكن يعني يخليش ترتاحين، انه يعزز علاقتك؟ لا من يقول لك ما راح ارتبط حقيقي، بالعكس انا هسه يعني دا افكر انه ارتبط. تفكرين انتم ترتبطين؟ اي طبعا ارتباط حقيقي. ارتبط بالحب مالي. بالحب مالتك؟ الحب مال اني. صار ايش قد تحبين؟ صار هواي. اي صار ايش قد هواي؟ ما اقول لك يوم ويومين، لا بس عمر. يعني سنين؟ اكيد طبعا. عبودي ابنك. عبودي فدوى لعيني. احكي لي شنو كان شعورك من ضاع عبودي بسوريا وخليتي الدنيا كلها تفتر ورا؟ عقيل عمران الله يذكره بالخير، اوصل لك اياها شنو هاي المعلومه. عقيل عممها طبعا بكل شيء. اكيد يعني فقدان الطفل شويه ثاني يعني. وكان اول يوم يداوم مدرسه اول ابتدائي، بس هو شويه عنده ما شاء الله عليه عقل، يعني عقله اكبر من اخته هي الاكبر. هي الاكبر. اي بس هو اصغر منها. فقال لها ساره احنا مره نصعد، هم كانوا يصحون بسوريا ما يصحون يعني بالخط مالتهم سيرفيس، يعني سيرفيس. فقال لها ما نرجع اليوم بالخط، نمشي نروح نتمشى. واختها هم كل عقلها يعني راح تتمشى وياه. ولو تشوفين يعني الشوارع اللي عبروها ظلين صافنين. فاكيد يعني خابرتني المعلمه مالتهم قالت لي مدام زهور اولادك مو هون. قلت لها شو؟ والله تخبلت. شنو اولادك مو هون؟ شلون يرجع؟ يعني ما طلعوا معي بالسياره. أنا تخبلت يعني بصراحة، يعني انقهرت. وخطي جماعة الله يذكرهم بالخير، عمر صلاح، أستاذ سامي قفان، وممثلين وسعد وأحمد وكلهم خبصوا كادر كامل طلع يدور على عبد الله. هو ساعتي رحنا الأوردر متأخر. هو وين كان؟ جاي يتمشى قال لهم ايش بيكم؟ أنا ما عجبني أجيب الباص جاي أتمشي.
تخيلي الرياكشنات مالتهم. بس الحمد لله المهم ايش سويتي له؟ ما سويت له شيء، حضنته يعني كان قلبي يعني هو نار صغير عليه. يعني. ومن ينزل على المسرح؟ عبد الله شوي كان عنده وكاحه مو طبيعيه، كان مخبرني. ينزل يرقص الجمهور؟ لا مو يرقص الجمهور، يعني مثلا يقول له ماما اخذه للتصوير، اقول له ماما راح يصير تصوير ممكن ما تحكي، يقول لي ايه المخرج يصيح لك هو شو يسوي؟ ما يقدر اذا مو ادواته. اي لازم. اقول له ماما ما يصير، يقول لا هو ما يسمع هاي، انتم مو تقولون نسكت، احنا بدنا نسكت منها ما لا علاقه. دول قلبك. اي حبيبتي في دول قلبك. شخص يقول انه الفنانه زهور علاء جالها بعض او جت لها فتره انه هي تسكن مسرح الرشيد. مسرح الرشيد؟ سوري، مسرح اشتار، عفوا. مسرح اشتار باعي، اقول لك هو الفقر مو عيب. ابدا مو عيب ابدا. واني اللي فتره قعدت بيها صح، ما انكر اني هذا الشيء، بالعكس انا كنت صغيره وبدايتي، وكانت يعني كان وضعنا المادي كلش يعني صعب يعني. حتى مرات من استذكره يعني اريد اتذكر فد اشياء، يعني تعرفين مرات من تتذكرين اشياء تتذكريها بوضوح، هذا الموضوع ما اتذكره بوضوح، ما اعرف ليش. لانه كارهته يمكن؟ لا بالعكس، انا لا اكرهه ولا استنكفه، بالعكس انا صح جتي فتره قعدنا لين كان الظرف صعب وكنا صغار، وكان ما عندنا يعني حالتنا الماديه كلش صعبه، واحنا بس بنات. دخولي لهذا المجال الوسط الفني يعني كان سببها هو هاي الحالة اللي احنا مرينا بيها، واحنا بس بنات، وما ردت يعني اعرض خواتي اكثر تعرفين انه هاي الدنيا والناس مو يعني كل الناس، بعض صعب. الناس تحسيها مثل الذئاب تريد تفترس. فصرت شلون انا ضحيه. الحمد لله والشكر، كبرن وتزوجن وخلفن وصار عدهن، أنا ما أستنكر، بالعكس صح كنت بس فترة معينة، مو طويلة حتى. لا مو طويلة بالعكس يعني. الله وفقك. الحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر، لأنه بشر على نيته. أكيد طبعا. قدمتي نصيحة للفنانة ملايين وقلتي لها إذا كانت فعلا هي حابة مهنة التمثيل خلي تمثل صح. أنا أحب هالملايين بالمناسبة. كلش تحبيها. ما أعرف، مو قلت لك هاي الصحافة أنا دمرتني صراحة. يعني انت ما قايله هذا الشيء؟ انا بالعكس يقولوا لي، انا سالوني قالوا لي شنو رايك بملايين؟ احبها هي، انا احبها هي. زين. يعني الانسانه احبها من ترقص، يعني هذا كان جوابي. قالوا لي بس هي يعني مو تمثيل. سالوني قالوا لي تحبيها كممثله لو كراقصه؟ يعني انا شفتها هي عندها خفيه حركه ورقص كلش حلو. وسبق قبل شويه كنا نتحدث احنا عن الرقص، انا احب الرقص. اما اقولها تشتغلين، لا بالعكس، مثلت البنيه ومثلت كانت ادوار كوميديه، والدور الكوميدي تعرفين جدا صعب. اي لا، ومثلت حلو، وايضا تمثيل ورقص هذا شيء حلو يعني. كلمه اخيره توجهيها لكل مشاهديك ولكل متابعيك، وش تقولي لهم شنو الاشياء الجديده اللي راح تنزل؟ أنا هسه أخاف أنزل وهذا يبوقه وينزله على الفيس. خبرني هذا. شنو